إذا تريدين دولمتك واحد عراق وكل اللي ياكلها يحلف بيها ويسألك على الطريقة، فتعالي شوفي طريقتي إيش قد راح تطلع طيبة. قبل كل شيء أخلي البصل بمي حار حتى ينفتح عندي بسهولة، وبالجدر أرتب أضلاع الغنم على الوجه اللي بيكون دهن. ممكن تخلين أي نوع لحم ثاني، بس للدولمة الضلوع كلش طيبة. كمية من دبس الرمان أو تمر الهند. الوصفة استخدمت تمن أبو كاس، حبة نثرية وتنفع للدولمة والكبسة. وأهم شي بالدولمة إنه تكون كل المكونات مثرومة بالإيد، وما نخلي لا لب الشجر ولا الباذنجان. والتوابل ملح وفلفل فقط، وأكيد دبس الرمان ومعجون طماطة، عصير ليمون طبيعي تكون حموضتها تجنن. ألابسهم كل زين، وبعدين أغسل التمن وأخليه عليه. تمن أبو كاس حيخلي الدولمة مستوية وتجنن، وكل قطعة على حدة بدون ما ينمر داخلها ويخرب شكلها. أغسله وأخليه على الحشوة وأتركه ياخذ التوابل فت نص ساعة. يلا أبدأ ألفه. بعد ما أكمل لف الدولمة أخليها على النار بدون أي إضافات إلى أن تنشف. يلا أضيف الصوص اللي هو معجون طماطة ودبس الرمان وشوية زيت وملح وأكيد المي. أخلطهم كل زين وأخليهم على الدولمة إلى أن تستوي وتصير عندي تجنن. ما أشيلها من النار وأقلبها مباشرة، لا، أخليها ترتاح حتطلع عندي قالب وتجنن، وتمنيتها قدامكم.